مستوى ما بين زوج فرق بصراحه، سواء كانت فنيه ولا تكتيكيه، معناتها حضور جماهيري معناتها جيد. نظن اللي في الشوط الاول كنا بصراحه فريق الوداد خطنا في مشاكل صغيره، خاصه من الناحيه الهجوميه ما كناش قادرين نتعدوا للترانزيسيون تاعنا، ولكن نجحنا بصفه كبيره في معناتها نقول هنا في قوه الوداد اللي وقفناهم، خاصه على الظهير الايمن والظهير الايسر. وجدنا فرص بصراحه، كنا نجموا في اخر الشوط نسجلوا. الشوط الثاني كان افضل بصراحه من ناحيتين، بصراحه احنا خرجنا اكثر الهجوم خاصه بعد الهدف، حاولنا برشا معناتها نلعب على ردد معناتها بسرعه اللعب، خاصه نعرف اللي الفريق المنافس عنده مشاكل في المكان هذا. نظن اللي الماتش بصراحه اللي يتفرج في الماتش نظن معناتها خرج معناتها حاجه باهيه، اللي هي معناتها في المستوى هذايا راهو تشوف كره باهيه مزيانه. جوز فرق بصراحه عنده معناتها فوليم باهي، عنده معناتها روح كبيره في الملعب، وهذا اهم حاجه في الكره نتاعنا اللي نتقدموا. الوداد نظن اللي فريق مانيش انا باش نحكي عليه، احنا مازال عندنا شوط ثاني في تونس، عندنا جمهورنا، عندنا معناتها الكيان نتاعنا، ان شاء الله الجمهور يكون حاضر بعد الاخيره، وباذن الله ان شاء الله نعملوا ماتش جيد ولما لا ان شاء الله باذن الله نترشحوا للدوري. حيكون صعيب مش سهل، معناتها في المستوى هذا ما عادش تحكي دور نصف نهائي في الافريكا ليج ولا سوبر ليج في افريقيا، راه ما عادش تحكي على انا قلت امس في المؤتمر الصحفي ما عادش تحكي على داخل الارض ولا خارج الارض، فرق معناتها متقاربه برشا. احنا ان شاء الله نعرفوا كيفاش نحضروا فريقنا خاصه من الناحيه البدنيه، لان ما عندكش وقت باش تخدم، المهم الاسترجاع يكون جيد ان شاء الله مع المؤازره نتاع الجمهور نتاعنا. نعرفوا مش يكون ماتش سهل بصراحه، ما ندوز هذا سهل الماتش، عندنا تاخر بهدف لازمنا نسجلوا ونردوا بالنا على قبول الاهداف. ان شاء الله نحضروا شيء هدايا ونكونوا حاضرين كما عملنا الماتش اللي فات مع زامبي، ان شاء الله بالجمهور نتاعنا نكونوا معناتها نقدروا نعملوا ماتش كبير ونترشحوا للنهائي ان شاء الله.